علي طبعا من اللعيبه اللي الواحد كان نفسه يلعب معاه. ليا الشرف ان انا وقفت جنبك في يوم من الايام. علي معلول لعيب هداف، عامل اسيست كتير جدا. انا شايف علي معلول من اللعيبه مش يكرم ماديا، لازم يكرم معنويا وماديا. معلول اللي قدمه للنادي الاهلي من حاجات كتير قوي يعني فنيا وفي اوضه اللبس برافو عليك. ولامم اللعيبه حواليه ورفضه لاي حاجه تجيله، وان هو فكرته انه عايز يبطل جوه النادي الاهلي ويكمل ويشتغل جوه النادي الاهلي. كل ده خلى الجمهور نفسه. شوف الجمهور اللي كان بيقول صفقات ارتضى ضغط الصفقات، ما بقاش عايز الصفقه الاخيره. ناس كتير قوي كتير من جمهور النادي الاهلي، انا واحد منهم بصراحه. جدا جدا. يعني بصراحه انا بشكر جدا. فبين الشوطين انا باصص على علي ومركز جدا في لعبته وشه. ده واحد عايز السفاره تبقى دلوقتي حالا عشان ينزل يعوض، عايز يعمل اي حاجه ان هو يعوض اللي حصل ده. فعلا جاب لنا جول تعادل وعمل الاسيست بتاع اجاي. علي تاريخ كبير جدا، هو احسن محترف على مر تاريخ النادي الاهلي، احسن محترف طبعا. انا علي من افضل الناس اللي جت، مش هقول لك بعد سنه، من افضل الناس في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول ليه رصيد كبير عند النادي الاهلي. علي معلول سطر تاريخ كبير جدا لجمهور النادي الاهلي، معروف ومحدش يقدر ينكر ده.